اهلا بيكم في قناة لولي كروشيه. في البداية حابة اقول لكم كل سنة وانتم بخير بمناسبة السنة الجديدة. ربنا يجعلها سنة خير وبركة للجميع وتحققوا كل اللي بتحلموا بيه. النهاردة هنشتغل مع بعض مفرش سفرة فيليه جديد ومميز خطوة خطوة بأسلوب شرح بسيط عشان تقدروا تطبقوه. في بعض حاجات هقولها تكون لينا زي مرشد في الشغل. بس الأول هنعرف مع بعض كام عدد سلاسل البداية اللي أقدر أشتغل بيها في البداية عشان أبتدي أقرر اللي هو التكرار بتاعي كام سلسلة. فيلا نبتدي شرح المفرش مع بعض. زي ما انتوا شايفين المفرش بيتكون عندي هنا من مربعات عشان ابتدي ابني عليها باقي المفرش. فلو عديت هنا المربعات من هنا لغاية هنا 1 2 3 4 5 6، هنا 6. ولو عديت من هنا لغاية هنا بيعمل لي ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 وهعمل كمان هنا في 6 مربعات بالإضافة للمربع ده، يعني 7. بس المربع اللي بيبقى في البداية بيبقى له تكوين معين غير المربع اللي في النص. مربع البداية بيكون زي ما انتوا شايفين هنا، عدد السلاسل بتاعته بتكون 9 سلسلة علشان يعمل لي شكل المربع كامل. 9 سلسلة دول بحسبهم لوحدهم. وبعد كده في هنا 6 مربعات لغاية هنا. ال6 في المربع بيبقى سلسلة 2 3 سلسلة، في هنا 2 في النص 3. ما بحسبش اول سلسلة فيهم لان دي مع المربع اللي قبلها، يبقى 3 سلاسل في 6 مربعات زائد 9 بتوع المربع الاولاني هيديني 27 سلسلة. ال24 مربع في النص دول 24 في 3 بيديني 72 سلسلة. وبعد كده هنا ال6 في الاخر في 3 ب18، لو حسبتهم هيديني 117 سلسلة لو هكررهم مرة واحدة. طب لو انا عاوزة اعمل الوحدة دي، طبعا المفرش بيبقى اكتر من وحدة جنب بعض، هكرر كام؟ هكرر 72 سلسلة، بضيف على التكرار بتاعي 117 الاولانيين بكرر عليهم 72 سلسلة. بعد كده بيدوني كام؟ 189 لو كررتهم مرتين، يعني اعمل الوحدة دي مرتين. طب لو هعملها 3 مرات بزود 72 سلسلة هتديني 261 سلسلة. لو زودت عليهم كمان 72 ده كده بكررها 4 مرات بقى 333 سلسلة. لو هزود كمان وازود 72 سلسلة هتتكرر لي كده 5 مرات، وهكذا. لو حبيت اكررها الوحدة 6 مرات هزود 72 سلسلة، وهكذا. تمام. اي عدد تكرار انت حباه بتزودي على 117 72 سلسلة. فده في بداية الشرح. لو جيت اطبق بقى الكلام دون عملي، هعمل في البداية عقدة البداية زي ما قلت، وهشتغل عدد السلاسل. هعمل تكرار الوحدة دي مرتين، فهشتغل في البداية 189 سلسلة، 189 سلسلة، وهرجع لكم عشان نشتغل الوحدة ازاي مع بعض. كده انا عملت عدد السلاسل اللي انا عاوزاه في البداية لاني هكرر الوحدة دي مرتين. عملت 189 سلسلة زي ما قلت. اول مربع عندي
بعد 1 2 3 4 5 6 7 8، وفي السلسلة رقم 9 هدخل واعمل عمود بلفة. كده شكلت اول مربع عندي. 2 سلسلة او فراغ، ده هسميه فراغ عشان بعد كده هيبقى فيه مربعات معايا نسميها مربع. ده فراغ. تاني فراغ 2 سلسلة، وبسيب 1 2، وفي التالتة بدخل واعمل عمود بلفة. 2 سلسلة وهعد 1 2، وفي التالتة هدخل واعمل عمود بلفة، وهكذا اول دور كله 2 سلسلة عمود بلفة، بعد 2 سلسلة بسيبهم 1 2، وفي التالتة بدخل واعمل عمود بلفة بالشكل ده. هفضل اعمل 2 سلسلة عمود بلفة واسيب 2 سلسلة تحت لغاية ما اوصل لنهاية السلاسل اللي معايا. هخلص وارجع لكم. وصلت معاكم لنهاية الدور. اخر حاجة هشتغلها 2 سلسلة، وهعد 1 2، هيتبقى عندي اللي هما التلات غرز في النهاية. 1 2، وفي التالتة هدخل واعمل عمود بلفة. كده انا اتكون عندي في الدور الاول 61 فراغ. لو مكررها مرة واحدة زي كده عدد الفراغات ده هيكون 37. الدور التاني هعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهلف الشغل، واول عمود هشتغل عليه عمود. كده انا كونت اول فراغ. هعمل 6 فراغات، ادي 1 2، واروح على العمود واشتغل عمود. 2 سلسلة، 1 2، واروح على العمود واشتغل عمود. 2 سلسلة، 1 2، وفوق العمود عمود. كده عملت 4 فراغات بالسالي 2. 1 2 عمود، 1 2 عمود. كده اتشكل عندي 6 فراغات. الفراغ السابع هعمل فيه جوه، ألف الخيط على الإبرة وأدخل وأعمل عمود 2، وفوق العمود عمود. كده عملت هنسميه مربع، يبقى الشكل ده فراغ، الشكل ده مربع. وبعد كده هعمل 2 سلسلة، 1 2، وفوق العمود عمود. 2 سلسلة عمود. هفضل اكرر الفراغات دي لغاية ما يتكون عندي كام فراغ. من هنا لهنا هيتكون عندي 23 فراغ. هتعملي 2 سلسلة عمود لغاية ما يتكون 23 فراغ. هخلصهم وارجع لكم. خلصت ال23 فراغ. بعد كده هشتغل مربع.
عمود، 2، وفوق العمود عمود. يبقى المربع بيتشكل عندي من 4 عمود، والفراغ من عمود، 2 سلسلة عمود. هبتدي اكرر تاني عشان انا مكررة مرتين زي ما قلت. 23 فراغ، 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة عمود، وهفضل اكرر 2 سلسلة عمود عشان اشكل 23 فراغ كمان. بعد ما خلصت ال23 فراغ من بعد المربع ده، هبتدي اعمل هنا كمان مربع من عمود، 2، وفوق العمود عمود. كده هيتبقى عندي ادي 1 2 3 4 5 6. هشتغل فوقيهم فراغات عادية من 2 سلسلة عمود زي ما انا ماشية بتكراري ده. 2 سلسلة، وهعد ادي 1 2، وفي السلسلة رقم 3 هدخل واشتغل عمود بلفة بالشكل ده. الدور التالت هعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهلف الشغل وهشتغل 5 فراغ. هنعمل 3 مربع، يعني ده وده وده. هيعمل لي كام عمود؟ هيبقوا 10 عمود. بدخل في السلاسل بعمل 2 عمود بلفة، ادي 1 2، وفوق العمود عمود، كمان اللي جنبه واللي جنبه، واخر عمود في ال4 عمود اهم. كده انا عملت 2 مربع. لو عديت ادي 1 2 3 4 5 6 7، وهعمل كمان المربع ده 1 2 3، يبقى كده 8 9 10. بعد كده هشتغل فراغ 1 2، سلسلة فراغ تاني. هشتغل فراغات لغاية ما اوصل للجزء ده. هفضل اشتغل فراغات لغاية ما يتكون عندي 21 فراغ. انا عملت 2، هكملهم 21. بعد ما كملت ال21 فراغ هبتدي اعمل تاني 3 مربع. ادي 1 عمود، 2 3، بأول عمود كده ادي اول مربع، وهكمل ادي المربع التاني، والمربع التالت.
2 عمود جوه في السلاسل، واخر عمود على العمود بلفة بالشكل ده. وهبتدي اكرر تاني، هو ده التكرار بتاعي هنا في الدور الثالث. هعمل 21 فراغ. خلصت 21 فراغ، هبتدي اعمل تاني هنا مربع من عمود 2 ادي 3، واول عمود اللي هو بيبقى مع مشترك بينه وبين الفراغ، وهكمل عواميد لغاية ما اعمل 3 مربع. ادي عمود، هيتبقى معايا هنا في النهاية 5 فراغ، هشتغلهم 5 فراغ. اخر فراغ بعمل 2 سلسلة، وهعد في السلاسل اللي هنا سلسلة 2، وفي التالتة هدخل واعمل عمود بلفة. ايا كان تكرارك هتشتغلي بالطريقة دي. للدور الرابع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهلف الشغل، وهنا هبتدي اعمل 4، هيبقى معايا 4 فراغ. 1 2 سلسلة، 2 2 سلسلة، 3 2 سلسلة، 4. بعد كده 2 مربع، ادي عمود 2 3، وقلنا اول عمود هنا مشترك بين الفراغ والمربع، وهكمل كده. انا اشتغلت 2 مربع ب7 عمود، 1 2 3 4 5 6 7، وبعدين 2 سلسلة، وهسيب عمود 2، وفي التالت هدخل واعمل عمود بلفة. كده كونت فراغ. بعد كده هعمل 2 مربع زي ما قلنا من 7 عمود بلفة، 2 3 4 5 6 7 بالشكل ده. بعد كده هعمل 19 فراغ، 2 سلسلة، وادخل على العمود واعمل عمود بلفة لغاية ما يتكون عندي 19 فراغ في الدور ده. اشتغلت ال19 فراغ، وصلت عند الشكل ده. هعمل تاني اكرر 2 مربع فراغ، 2 مربع، 2 3
4 5 6 7 2 سلسلة، وهسيب 1 2 وفي التالت اعمل عمود بلفة عشان اكون الفراغ اللي في النص. بعد كده هشتغل 7 تاني عمود بلفة بالشكل ده. هبتدي اكرر تاني عشان انا مكررة الوحدة مرتين. هنا هيبقى 19 فراغ. خلصت برضو ال19 فراغ، هبتدي اعمل الشكل ده تاني مربع، وكمان هعمل مربع كده 2 مربع من 7 عمود بلفة، 2 سلسلة، وهسيب عمود 2 وفي التالت هدخل واعمل عمود بلفة عشان اشكل الفراغ. بعد كده فوق كل عمود عمود عشان اشكل مربع، وكمان هدخل في الفراغ واعمل 2 عمود، 1 2، وفوق العمود عمود بلفة. بقى عندي هنا 1 2 3 4، اعمل فوقيهم 4 فراغ، 2 سلسلة، عمود، 2 سلسلة، عمود، 2 سلسلة، عمود، 2 سلسلة، وهعد السلاسل 1 2، وفي السلسلة التالتة هدخل واعمل عمود بلفة. ايا كان عندك التكرار هيبقى بالشكل ده. للدور الخامس 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهلف الشغل وهعمل 3 فراغ ورا بعض في بداية الدور. 1 2 سلسلة، عمود، 2 سلسلة، 1 2 وعمود. كده شكلت 3 فراغ. بعد كده هعمل 2 مربع من 7 عمود بلفة، بالشكل ده. 3 فراغ، 2 سلسلة، بسيب عمود 2 وعلى التالت بدخل واعمل عمود بلفة، 2 سلسلة، فوق الفراغ فراغ، 2 سلسلة، وبعد 1 2 وعلى التالت ادخل واعمل عمود بلفة. كده تشكل عندي 3 فراغ. بعد كده هعمل 2 مربع، خلاص انا بقيت عارفة المربع بيتكون من ايه والفراغ بيتكون من ايه. بعد كده هشتغل
15 فراغ. 1 2 3. وهفضل اشتغل بالشكل ده لغاية ما يتكون عندي 17 فراغ. كملت لغاية ما وصلت لعدد 17 فراغ. هبتدي هنا اعمل 2 مربع من 7 عمود بلفة، 4 5 6 7. 3 فراغ، 1 2 3. 2 مربع، 2 3 4 5 6 7 عمود. واللي اشتغلته هنا من هنا لهنا هشتغله تاني. في هو ده التكرار بتاعي. هعمل 17 فراغ، 2 مربع، 3 فراغ، 2 مربع، 3 فراغ. نفس الشكل ده هكرره تاني هنا. اخر فراغ معايا بعمل 2 سلسلة وبعد فيه السلاسل 1 2، وفي السلسلة التالتة بدخل وبعمل عمود بلفة. كده نهيت الدور الخامس. للدور السادس بعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهلف الشغل وهعمل 2 فراغ. ادي 1 2 سلسلة 2 بالشكل ده، 2 مربع، خلاص. انا بقيت بقول فراغ ومربع، بقينا فاهمين ماشيين الشغل ازاي. ادي مربع، اتنين، 2 فراغ، 1 2 مربع، 2 فراغ، 1 2، بسيب عمود 2 وفي التالت بدخل وبعمل عمود، 2 مربع تاني. بالشكل ده 15 فراغ،
1 2 3. هفضل اكمل لغاية ما اوصل ل 15 فراغ. خلصت ال15 فراغ، هشتغل تاني 2 مربع، ادي 1 2 2 فراغ، 1 2 مربع، 1 2 3 4. 2 فراغ، 1 2 2 مربع. مربع 2. هو ده تكراري بالشكل ده. بعد كده هشتغل 15 فراغ تاني، ولما اوصل عند الشكل ده هيبقى فيه 2 مربع، 2 فراغ، مربع، 2 فراغ، 2 مربع، و2 فراغ في الاخر. وصلت لاخر فراغ، بعمل 2 سلسلة وبعد 2 1 2، وفي التالتة بدخل وبعمل عمود بلفة بنفس الطريقة. للدور السابع بعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وبلف الشغل، وهعمل هنا فراغ 1 في بداية الدور السابع. فراغ 1 2 مربع، 1 كده عملت مربع. كمان هشتغل مربع، الاتنين مربع ب7 عمود بلفة بالشكل ده. 2 فراغ، 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة عمود، 3 مربع، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 فراغ، 2 سلسلة عمود، ادي فراغ، الفراغ الاول، 2 سلسلة عمود، الفراغ التاني، 2 مربع،
2 3 4 5 6 7. انا اشتغلت 2 مربع، هفضل اشتغل مربعات لغاية ما اوصل للمربع ده، هيبقى فوقه مربع. كام مربع من هنا لهنا؟ عندي 17 مربع. فانا هكمل هشتغل اعمدة عشان اكون مربعات جنب بعض. بالشكل ده هفضل اكمل لغاية ما يتكون عندي من المكان ده لغاية المكان ده 17 مربع. فضلت اشتغل عواميد من الجزء ده للجزء ده، عمل لي 52 عمود. انا بديكوا العدد بالظبط علشان ما يبقاش فيه غلط عندكم. بعد كده هشتغل 2 فراغ، 1 2 3 مربع، 1 2 ودي التالت، المربع التالت. بعد ال3 مربع هشتغل 2 فراغ، 1 2 2 مربع. وهكرر تاني التكرار بتاعي 52 عمود. خلصت 52 عمود، هبتدي اكرر تاني التكرار بتاعي 2 فراغ، 2 3 مربع، 2 فراغ، 1 2 2 مربع،
الاتنين مربع 7 عمود بلفة، 1 2 3 4 5 6 7 فراغ 1 زي ما بدأت الدور بفراغ 1. بعمل 2 سلسلة، 1 2، وبعد في السلاسل بسيب سلسلة 2، وفي السلسلة التالتة بدخل وبعمل عمود بلفة. بكده أكون نهاية الدور السابع.